دي نيسان صاني الشكل الجديد اللي واخده شويه من الالتيما. عايز اقول لكم ان الشكل ده فيه الاف المستخدمين في مصر مستنيينه ينزل. تعال اقول لك ليه. نيسان صاني ان 17 او الشكل اللي قبل ده فيه شكاوي كتير جدا من ضعف الفرامل ومن الصاج لاي كلام، ان العربيه اقل خبطه بتتاثر وكل حاجه بتتكسر من بره في العربيه، وثباتها على الطرق السريعه مش قد كده. عايز اقول لك ان الجيل ده في صاني اتحسن جدا 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 في كل اللي انا قلته لك ده. العربيه بقت احلى، شكلها اشيك زي ما انا قلت لك، واخده من الالتيما شويه، والفرامل بقت احسن، وفي كام حاجه اتحسنت جوه العربيه وانا هطلع اقولها لك على الطريق. واخيرا بقى فيها نظام ثبات الكتروني ESP ثانك جاد. بتنزل هنا في الامارات بثلاث فئات رسميه. وهقول لك حاجه، اعلى فئه في العربيه دي هنا في الامارات فيها كاميرا 360 درجه وشاشه وابل كار بلاي ودلع وجهاز كشف النقط العاميه ومفتاح بصمه او كيلس انتري ورادار امامي للتصادم او تحذير من التصادم. وما اعتقدش ان الفئه العاليه في الامارات بالمواصفات اللي انا قلتها لك هي هتنزل مصر عندنا، لان العربيه دي بتنزل في الفئات الاقتصاديه، فبتستهدف عربيات اكل العيش والشركات والحاجات اللي هي الناس اللي عايزه عربيات للشغل والكلام ده. من الجنب العربيه ما فيهاش خطوط حاده ولا تصاميم تبهرك. العربيه دي عربيه اقتصاديه عمليه جايه تدي لك اللي انت عايزه فقط، ما فيهاش حاجات مبهره يعني من الخارج. لكن اهم حاجه في العربيه دي انها شكل النيسان الالتيما بالظبط. والشكل الخلفي زي ما انتم شايفين، بصوا عامل ازاي، قريب جدا جدا من الالتيما ومن الماكسيما. والشنطه الخلفيه مساحتها 450 لتر. واللي لازم تعرفه عن العربيه دي انها زادت عن الجيل اللي فات 45 ملم، وده فرق شويه في المساحات الداخليه من جوه. موتور العربيه دي 1600 سي سي بيطلع 118 حصان وعزمها 149 نيوتن متر. وما تقلقش من حته العزم لان العربيه سريعه وبتجري، وما اختلفتش حاجه عن النيسان اللي قبل كده انها الاكسلريشن بتاعها سريع جدا. بمجرد ان انت ما بتلمس بنزين بتلاقي العربيه بتاخد الطريق كده جري. فتيس مع العربيه دي هو فتيس اوتوماتيك CVT، واستهلاكها للبنزين بصراحه كويس. بتستهلك على الحسابات اللي مكتوبه جوه 12.5 كيلو متر لكل لتر، اي بما يعادل 500 كيلو على التفويله ال 40 لتر. فدي حاجه كويسه بصراحه. عوامل الامان في الاموره دي ABS وABD، وفيها تراكشن كنترول او ESP، ومعاها 2 ايرباج. ودي المساحات الخلفيه بتاعت العربيه. تعالوا كده بصوا على الباب، طبعا كله بلاستيك. العربيه دي عربيه من الفئات الاقتصاديه، والفرش ده مش بتاع العربيه، الفرش ده متركب، خلي بالكم. مساحه الارجل كويسه جدا جدا. مساحه الراس عندي جميله. القعده بصراحه كويسه، في بتاع حوالي 7 سم مثلا من قعده الكرسي اللي قدامي. ومفيش فتحه تكييف خلفيه للاسف، كنت اتمنى. والقعده بصراحه كويسه من ورا. ويلا بينا نطلع قدام. وادي شكل العربيه من قدام. تعالوا كده ندخل ناخد لنا نظره. الكرسي زي ما انا قلت لكم ده مش الفرش بتاع العربيه. طيب قعدتها عمليه جدا ومش وحشه. من ناحيه الباب طبعا كله بلاستيك. عندك هنا الزراير بتاعه التحكم، الازاز الكهربي بتاع السواق وغيره، والمرايات الكهرباء بتاعه العربيه. وللاسف العربيه دي ما فيهاش مرايات ضم. وهنا نظام ESP او نظام الثبات الالكتروني. ونطلع فوق هنا، دي العدادات بتاعه العربيه. وللاسف ما عجبتنيش انها ما فيهاش عداد حراره. يعني انتوا بتهرجوا يا جماعه، ايه في ايه مش فاهم. كده كده معروف ان الياباني ما بيسخنش، العربيات دي ضد السخونه يعني واخده مناعه. لكن برضو كان ناقص العداد الحراره ده. هنا ده الزراير اللي بتتحكم في الكاسيت بتاع العربيه. وهنا في الفئات الاعلى من كده فيها مثبت سرعه، لكن للاسف هنا ما فيهاش. وادي شكل الطاره زي ما انتم شايفين. تعالوا ابعد لكم الكاميرا كده. ادي شكل الطاره، ملمسها مش حلو بصراحه، لكن عربيه عمليه وعربيه جايه تأدي لك الغرض اللي انت عايزه. والطاره بتنزل وبتطلع من هنا زي ما انتم شايفين. هنا لو جيت للشكل الامامي بتاع العربيه او الخامات، فكل دي بلاستيك. الابواب، التابلو، كل الكلام ده وبلاستيك. هتحس ان هو فاضي وراه، يعني برضو التقفيل مش احسن حاجه بصراحه بتاع العربيه دي. وعزل الحراره تعبان شويه الى حد ما، وبرضو فيها كام حاجه انا هطلع اتكلم فيها على الطريق. وادي الكاسيت بتاع العربيه، فيه بلوتوث وفيه AUX تحت، وصوته مش وحش بصراحه بس مش الاحسن يعني. والفئات الاعلى من كده بتنزل في دي شاشه، والشاشه دي بيبقى فيها ابل كار بلاي وبيبقى فيها اندرويد اوتو. وهنا تحكم التكييف. ودي مساحه تخزين مش وحشه بصراحه، انا شايل فيها المحفظه بتاعتي وفي شويه حاجات هنا. وهنا عندك ادي الفتيس شكله عامل ازاي، ما فيهوش سبورت مود. ونبعد كده، ودي الكاميرا الثانيه اللي انا بصور بيها. وده مساحتين تخزين، وفي مساحه ثانيه موجوده هنا. واخر نظره على شكل العربيه. ايه رايكم شكل العربيه عامل ازاي؟ عمليه جدا جدا زي ما انا قلت لك. ويلا بينا نطلع نجرب العربيه دي على الطريق واقول لكم عيوبها ومميزاتها. بالنسبه لسواقتها فهي مريحه جدا جدا في المدينه. العربيه ما فيش اي تعب خالص هتحسه من سواقه
3 ساعات 4 ساعات او اكتر، بالذات ان انا علشان في دبي فالطرق جميله وسهله ولذيذه ومفيش مطبات كتير، مفيش نقر وبلعات كتير والكلام ده. ففي الطرق السريعه العربيه بصراحه ادت معايا، وكانت كل يوم بتمشي لا يقل عن 150 كيلو او 180 كيلو، واحيانا وصلت ل 200 كيلو. وحرفيا ده اللي انا عملته مع العربيه دي. سواقتها قريبه قوي من التويوتا البيلتا ومن السوزوكي سياز ومن البروتون الساجا. اي يعني المقصود من كلامي ان عربيات عمليه وعربيات رخيصه شويه. بمعنى ايه؟ كل العربيات اللي في الدنيا لما انت بتيجي مثلا بتكسر الطاره يمين كده او بتاخد يوترن وبتيجي تسيب الطاره فالطاره بترجع لوحدها، لا، العربيات العمليه اللي رخيصه شويه مفيش فيها الكلام ده خالص. ودي نفس الكلام، لما انت بتيجي تاخد يوترن كده فبتلاقي ايه؟ ان الطاره ما بترجعش، لازم انت ترجعها بايدك تاني. اول ما تركب عربيه وتلاقي فيها الكلام ده اعرف ان العربيه دي كواليتي بتاعتها قليله شويه. دي مسؤوله عن حاجه في علبه الدركسيون اسمها الصليبه، فالصليبه بتاعت العربيه ما تفهمش بقى هي عامله ازاي. بس عموما كل العربيات الاقتصاديه الرخيصه اللي انا سوقتها كان فيها نفس الكلام بالظبط. ثبات العربيه ممتاز جدا لحد سرعه ال 120 على طرق مستقيمه، 130 140. العربيه متوسطه جدا ومعقوله وجايه تديلك على قد فلوسها، يعني جايه تديلك شويه ثبات على شويه راحه على احساس بسيط من الرفاهيه على قد الفلوس اللي انت هتدفعها في العربيه دي. لا هي احسن عربيه في الدنيا ولا هي ما فيش زيها في السوق، لا خالص. بس هي بصراحه عمليه جدا جدا، والكام يوم اللي قعدت معايا فيهم دول كانت عربيه بتأدي قوي. في وسط ما انا قاعد ماشي في دبي وعمال اشوف لامبرجيني وعمال اشوف فراري وعمال اشوف لينكن وحاجات كده غريبه انا ما شفتهاش في مصر، انا سايق نيسان صاني ومبسوط بيها. ودي حاجه غريبه، يعني دي حاجه انا مستغربها نفسي في شخصيتي. بالنسبه للملفات او ميل جسم العربيه فانت اكيد هتحسه على سرعه مثلا ال 80 90 زيها زي اي عربيه اقتصاديه. لازم تحس الكلام ده، لازم. يعني انا مش هقول لك ان انت هتبقى ماشي واخد اكبر كم من الاستابيليتي، لا 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 خالص. العربيه برضو بتميل، بس زي ما انا قلت لك هي على قد فلوسها. اداء الفتيس والموتور ممتازين جدا جدا مع بعض. احلى اداء بصراحه هتاخده من فتيس سي في تي مع العربيه دي. العربيه دي خصوصا على فكره بتنزل هنا في الامارات باتنين فتيس، بواحد اوتوماتيك 5 سرعات وبواحد سي في تي. اللي معايا النهارده ده السي في تي. وكل فكرتنا عن الفتايس السي في تي انها بتبقى فتايس مزعجه شويه في الطلعه وبتعلي صوت العربيه وبتزود استهلاك البنزين، وانا مش ملاحظ كده مع العربيه دي خالص. العربيه بتستهلك بنزين بطريقه كويسه جدا وطلعتها لذيذه جدا وسهله، ما تختلفش اي حاجه عن النيسان صاني الان 17 اللي هي موجوده عندنا في مصر او الشكل اللي قبل اللي معايا ده. احساس النقلات من ناحيه الفتيس فهو بصراحه ممتاز جدا ومفيش فيه اي داون شيفت او اب شيفت ومفيش فيه اي ازعاج تماما. تكييف العربيه طبعا ممتاز، مش محتاج طبعا ان انا اقول لك اي حاجه على عربيه ياباني خالص، يعني نقطه ومن اول السطر. اي عربيه ياباني كده تكييفها بيبقى كويس خلاص. فخلينا بقى نتكلم في حاجه تانية. عزل الصوت وعزل الحراره والعزل الارضي اسوأ 3 حاجات في العربيه دي. انا ماشي دلوقتي على 40 او 50، انا سامع كل حاجه في الارض وفي الاسفلت. وبرضو انا عايز اقول لك انا في دبي فالاسفلت كويس مش وحش ومهتمين جدا، وفي طرق سريعه بتوصل سرعتها لغايه ال 120 وال 140. عزل الصوت في العربيه وحش جدا 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 وسيء قوي، وفعلا محتاج يتحسن في العربيه دي. العفشه مايله للراحه بصراحه جميله جدا مع الكاوتش الطاسه مش الجنط اللي نازل مع العربيه دي، مريح جدا جدا. والكاوتش كونتيننتال. ونداء الى توكيل نيسان مصر، ارجوك نزل العربيه دي ارجوك ارحمنا من نيسان صاني ان 17 اللي موجوده عندنا في مصر. بالنسبه بقى لاختبارات امان فهي لغايه دلوقتي ما دخلتش ولا اختبار امان ولا يورو انكاب او غيره، ودي حاجه انا مستغربها بصراحه. انا مش فاهم ازاي، يعني هي عربيه مش صيني او عربيه تحت السلم. ويلا بينا نبص على التسارع لغايه السرعه القانونيه وبعد كده اقول لك عيوب ومميزات العربيه دي. طيب يا جماعه يلا بينا نشوف التسارع بتاع العربيه. قفلت التراكشن كنترول وقفلت التكييف ويلا بينا نبدا. يلا بينا. لذيذه مش وحشه بصراحه. ها عاش، بس كده زي الفل. انا قلت لك في الفيديو ده او التجربه دي ايه اللي عجبني وما عجبنيش، وانا شايف ان العربيه دي لو نزلت مصر او لما تنزل مصر لازم نستنى هي لما تنزل نشوف هل هي بنفس جوده التقفيل والخامات ونفس الموتور ولا هتنزل بحاجه تانية. وعموما نيسان او الياباني طول عمره صفر اعطال وما فيهوش اعطال مزعجه تخليك ان انت ما تشتريش العربيه. لكن لو انت بتتابعني في الفيديو ده او اتفرجت عليا وانت عايش في الخليج سواء دبي او غيره فالعربيه دي مناسبه جدا جدا لو انت عايز حاجه للشغل وحاجه عمليه وتكون بتستهلك
بنزين قليل، وحاجه ما يبقاش فيها رفاهيه كبيره قوي وتبقى في نفس الوقت بسعر مناسب. وبالنسبه للمتابعين الاعزاء اخواتنا في مصر، يا ريت نستنى العربيه دي تنزل وبعد كده نبدا نحكم عليها ونبدا نجربها كمان في مصر، واقول لكم ايه الحلو فيها وايه الوحش فيها. ولو عايز تتابعني على صفحه فيسبوك او انستجرام وتشوف اي حاجه بتنزل عن العربيات، سواء عيوب صناعه نزلت في عربيه معينه، فبقول لك انا في الصفحه بتاعه الفيسبوك اشتري دي وما تشتريش دي، ودي ظهر فيها كذا ودي ظهر فيها كذا. فيا ريت تتابعني على فيسبوك وانستجرام، هتلاقي اللينك بيظهر لك دلوقتي على الشاشه. ولو حابب تشتري اي حاجه من على تطبيق نون في مصر والخليج، هتلاقي اكواد بتظهر لك دلوقتي على الشاشه، وهتلاقيها كمان موجوده تحت في الديسكربشن. واتمنى ان انا اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.